في الأرض آيات وفي بلدانها عبر بقين لأهل كل زمان، ومضت حضارات وأخرى لم تزل في سائر الأقطار والبلدان، وحوادث التاريخ فيها عبرة لذوي البصائر من بني الإنسان. إن تحدثت عن ليبيا فإنك تتحدث عن أرض وأهل يمتد فيهم ومنهم جمال وأصالة الصحراء وصفاؤها إلى نقاء الرمال الذهبية والشاطئية على ساحل طويل من مياه المتوسط. برقة هي الجزء الشرقي من ليبيا الحالية، وقد أطلق الاسم للمرة الأولى عام 644 ميلادية نسبة لعاصمة الإقليم آنذاك باركا باللاتينية، كما اعتمدت من قبل عدد من الحكام العرب والمسلمين لاحقا باعتبارها ولاية أو محافظة، وظلت تلك التسمية شائعة حتى سبعينيات القرن العشرين. يحيط بها شاطئ طويل وجميل، وخلفه جبل به شجر يانع بتربة حمراء، وتمتد من حدود مصر إلى حدود طرابلس الشرقية على مساحة لا تقل عن 855 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ تعداد سكانها اليوم ما يقارب 2,000,000 نسمة. استوطنها الإغريق والرومان، وكانت تشمل المدن الليبية الخمس، فعرفت حينها باسم بنتابوليس أي المدن الخمس، وقد جاء اسمها باركي أو برقة من تعريب كلمة باركا باللاتينية. دخل العرب المسلمون برقة في عام 643 ميلادية أثناء الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا، لتصبح لاحقا كعاصمة إقليم تابع للخلافة، كونها منطقة استراتيجية مهمة بحريا وعسكريا. فقد سار عمرو بن العاص وعلى رأس جيش من فرسانه غربا حتى قدم برقة. وحين تذكر برقة يذكر التاريخ والرجال الأوفياء والصحابة العظام، فعلى أبوابها انتصر عمرو بن العاص على البيزنطيين، ومضى عقبة بفرسه يدك صخور أرضها ليعلن عزة الإسلام، وانتشر في ربوعها خيرة من الصحابة يبشرون بدين الإسلام العظيم، من أمثال الصحابي رويفع بن ثابت وزهير بن قيس البلوي وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وغيرهم. ومن بين بساتينها وصخورها هبت عاصفة البطل المجاهد عمر المختار لتزلزل الأرض تحت أقدام الغزاة الطليان، إلى أن سقط أسيرا بعد معركة الجبل الأخضر، ومن ثم ليسجن ويعدم في العام 1931 ميلادية. وتشتهر برقة بآثارها الإسلامية ومساجدها التي أشعت بالنور على الشمال الإفريقي كله. ومن أشهر هذه المساجد جامع أبو بكر الصديق، ويعتبر من أهم معالم مدينة المرج الجديدة، ويعتبر أكبر المساجد الكبيرة في ليبيا بعد منارة سيدي عبد السلام في زليتن. وكذلك مرقد ومسجد الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري في البيضاء، والمسجد العتيق ومسجد الصحابة ومسجد الزاوية القديمة ومسجد بلال بن رباح، وغيرها الكثير في كافة أنحائها المترامية. ومن أشهر مدن برقة حاليا بنغازي العاصمة، ودرنا وطبرق. وبرقة هي خير ليبيا الأعم، فآبار النفط تقع في برقة، والمياه تنبع من برقة، النهر الاصطناعي والزراعة تأتي أغلبها من برقة. وساحل مدينة المرج هو الساحل الذي يغذي الشعب الليبي، وحتى الثروة السمكية هي في برقة. برقة الخير كله. إذن أيها الإخوة والأخوات، سار عمرو رضي الله عنه عمرو بن العاص بجيشه إلى برقة حتى دخل أهلها صلحا تحت حكم الإسلام في عام 21 أو 22
للهجرة على 13,000 دينار يرسلونها إليه، ولم يكن يحتاج أن يرسل شخصا ليأخذها. انتشر الإسلام فيها، وكان من علمائها القائد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وكذلك الصحابي الجليل رويفع بن ثابت الأمير الفاتح، وكان قد توفي وهو أمير عليها من قبل مسلمة. وزهير بن قيس البلوي أيضا من القادة الشجعان، وهو مصري، وقد شهد فتح مصر وتولى على برقة أيضا، وكان من المسلمين من العرب والبربر من قام في تلك البلاد وشهدوا لهذا الدين بالعلم وبالجهاد في سبيل الله. وأيضا قد حفلت هذه المنطقة بعلماء كعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي أبو أيوب الإمام الكبير المحدث قاضي إفريقيا، وقد ولد ببرقة ونشأ بها وولي قضاء القيروان وبها توفي. كان سفيان الثوري يعظمه جدا، وكان رحمه الله صادعا بالحق. وأيضا فإنه قد روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا في ترجمته أن الروم أسروه مرة فقدم ليقتل، بعد أن قتل من المسلمين من قتل قبله، قال فحركت شفتي وقلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا ولا أتخذ من دونه وليا. قال فأبصر طاغية الروم فعلي فقال هاتوه، ثم قال لعلك قلت الله الله ربي لا أشرك به شيئا؟ قلت نعم، وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها عندنا في الإنجيل. وهناك طبعا أشياء في الإنجيل كانت لم يمسها التحريف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يجعلها عاملة بشرعه عامرة بذكره، إنه سميع مجيب. وإلى فقرتنا الأخيرة في البرنامج، وفيها الأحكام والأسئلة والإجابات بمشيئة الله تعالى. في ليبيا أهل البطولة كم لهم فخر بدحر كتائب الطليان، واسأل عن المختار برقة إنها شهدت بطولة فارس الميدان، واسأل طرابلس الجميلة كم ثوى برمالها من عالم رباني، واسأل زويلة عن دمى شهدائها وانظر إلى الواحات من فزان، حمد بن سيف النصر من أبطالها هو فارس من أشجع الشجعان، وقرارة الأقواس سرت وسبرة فيها جمال الفن والإتقان.